اللي يعتمد على العيال. ايه يا لهوي. هي 5 جنيه 5 جنيه وانا معايا 5 جنيه برضه اخرة اللي يعتمد على اسوأ حاجة بعد اكل مال اليتيم. ايه اسكت. ايه 10 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يلا بينا نشوف تورته المبتدئين وازاي ابتدينا يومنا الجميل. انا كنت تعبانه وما زلت تعبانه بس الحمد لله، ومع ذلك مرضتش ان انا اكسر بخاطرهم، وكمان عملت تورتايه على قد الايد، وكمان هما فاجئوني ببسكوت العتاوله والهدايا اللي في بسكوت العتاوله. ويلا نشوف كسبان ولا اي كلام. يلا بينا نكمل الفيديو، بس لو لسه اول مره بتتابعيني ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. عندهم اصرار رهيب وعندهم امل، محسسني ان انا الشيف الشربيني في نفسي. انا الشيف الشربيني يا اولاد. طب يلا بينا اما اعمل لكم ايه حكيكايه كده وازوقها لكم كريم شانتيه واي شوكولاته وبشر شوكولاته، ونبعت نجيب ازازه كاكولا حلوه كده ولا فانتا ونشرب. وكل سنه وانتم طيبين وهابي بيرثدي تو يو. فاجئوني ولاد اختي ان هم جولي هنونا، وطبعا سما ورا الكاميرا. ربنا يا رب يفرحهم يا رب ويحميهم ويبارك فيهم. هنونا طبعا جابت لي بقى احلى واجمل هديه في الدنيا. طبعا وقفت عند المحل بتاع الحاجه حلوه وبضعت من هناك، جابت لي ويندوز وشيبسي وشوكولاته وكيكه وظبطتني احلى تظبيط. حبيبه قلبي ربنا يفرحها يا رب ويسعدها ويبارك فيها ويحفظها. طبعا مازن وايسل راحوا اشتركوا في علبه البسكوت بتاعه العتاوله اللي هنفتحها مع بعض في الفيديو. كان نفسي هنونة وسما يقعدوا معانا ويكملوا معانا الفيديو ونفتح معاهم البسكوت، ولكن كان الوقت اتأخر وهم على بال ما يروحوا وكده. تعالوا بقى اقول لكم التورتايه البسيطه دي او الكيكه البسيطه ديت كانت تحفه صراحه، وهي بالميه المغليه وبزيت التموين وكمان بسكر التموين، وعملنا احلى حاجه وجبر الخواطر مفيش احلى منه. عملت ايه بقى يا امنيه؟ جبت 3 بيضات وكمان كوبايه ميه مغليه وكوبايه زيت وكوبايه ونص دقيق وكيس كيك شيف وكيس بيكنج باودر، واللهم صل على النبي كيسين كمان من الفانيليا. عملت ايه؟ ضربت الاول ال3 بيضات لحد ما اللون بتاعهم غير وبقى لونه ابيض، وكمان حطيت السكر، البيض والسكر. ويا سلام لو حطيتي كمان السكر يبقى سكر بودره. كل ما كان السكر دايب اكتر مع البيض كل ما كان الارتفاع بتاع الكيكه بتاعتك احسن واحسن. حطيت معلقه خل وكمان حطيت الفانيليا ونزلت بالزيت ونزلت بالميه المغليه ونزلت في الاخر بقى بالدقيق والبيكنج باودر، وكلهم قلبتهم في نفس اتجاه واحد علشان بتاعتك ما تهبط. كنت مشغله الفرن كان حامي وكمان دخلتها. يلا بينا بقى نشوف عملنا ايه. وفتحنا البسكوت العتاوله، وهي دي كانت الهديه بتاعت عيد ميلادي. ويسلموا كتر الف خيرهم ان هم افتكروني وان هم فرحوني. طبعا عايزين بقى نحتفل وراس السنه ومش عارف ايه. انا عارفه ان الفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه، ولكن اعذروني معلشوني في الفيديو يا ولاد. يلا نشوف البسكوت ده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي واللي بعده هنشوف البسكوتات والحاجات اللي بتبقى كسبانه وهنفتحها كمان مع بعض ونشوف كسبان ولا اي كلام ونجرب معاكم. وده كان اول حظ لينا في البسكوت، وكان نفسي قوي ان انا الاقي اول حاجه. بس يا ولاد كان نفسي ان انا اول حاجه يكون فيها مكسب، بس صراحه طعمه يعني بجد اسوأ حاجة ممكن تاكلوها في الدنيا. عارفين انتوا السمنة النباتين اللي ريحتها بشعة او مش عارفة. انا مش عارفة، مفيش وصف اقدر اوصفه لكم صراحة. الوصف صعب، انا مش عارفة اوصف حاجة. طبعا لقينا هنا 5 جنيه تقريبا بتاعة العتاولة، كلها فلوس فكسانة. يعني اول حاجة لقيت الفلوس الفكسانة، ولكن قلت مفيش بداية مبشرة يا ولاد. وقاعدة بقى ابني زعلان ان هو ما لقاش حاجة، يعني ما لقيناش فيها فلوس. قلت له يا ابني فين الفلوس اللي انت بتقولي عليها؟ ويا ماما يلا قومي، ويا ماما يلا نتشجع، ويا ماما يلا نصور الفيديو. فين يا ابني؟ انا صورت الفيديو دوت على مقطعين على فكرة. المقطع الاولاني وكان ولاد اختي كانوا موجودين معايا، وبعدين دخلت نمت.
واذا بيه بقى واقف لي يقول لي يا ماما والنبي قومي، واهو اول 5 جنيه. شوفوا واقف ازاي، شوفوا واقف وبيبص لي ازاي. ربنا يا رب يحميه ويحفظه ويبارك فيه. انا قاعده من ساعتها في اول الفيديو اقول له ايه، شوف ما بيكسبش حاجه، ديك قومتين اهو، مفيش مكسب ولا اي حاجه. هنا طبعا كانت الهي بقى والتنطيط زي ما انتم شايفين، وهو كان قاعد مستني من ساعتها، ولكن لما لقى ال5 جنيه بقى قال لها اهو شفتي. ربنا يا رب يحميه هو واخواته ويحفظهم يا رب، اللهم امين. وهنا دي كانت اول 5 جنيه، علبه البسكوت دي كانت ب50 جنيه تمام. وطعمه انا يعني لو كنا هنجيبه علشان طعمه فانصحكم ما تجيبوش. لو هتجيبوه بحيث ان انتوا فضول بقى وان انتوا تسلوا وقتكم وتفتحوا وتشوفوا المكسب فين وتدوروا ومش عارف ايه والكلام ده، هاتوه. انما غير كده لا، طعمه وريحته بشاعة صراحة. هو شوفوا منظر وشي كان يتكلم عن منظر وشي، كان بشع. شوفوا عاملة ازاي طول الفيديو. انا مش متخيلة المنظر صراحة. حبايب قلبي لو لسه متابعيني لحد دلوقتي في الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وطبعا شكلي ايه، اسكت. ايه 10 جنيه. خدي 10 جنيه كمان اهي. كل حاجه 15 واحده انت عايزه كرتونه ب50 جنيه كسبنا فيها 15 جنيه. سلامتك يا بني. ان شاء الله انا بنفسي بقى اللي هروح واجيب الحاجه دي. ادي 10 جنيه ماما واجي ممكن تفتح لي 5 جنيه بتاعتي. فلوس. بص شكل المتخلفه ازاي. ما نشوف يا رب يا رب يطلع حاجه عليها القيمه. الواحد خلاص زهقت وطقت وجالي صداع وجالي قرعه وجالي لولي. يا رب يطلع فيها 100 جنيه. فيها 100 جنيه. صادق والله 100 جنيه. مفيهاش حاجه خالص. مش انا اللي جايباها. انا عايزه والله عايزه اديله الجزمه على الزاغ. اخر واحد، اخر كيس خلاص، ما عادش فيه غيره. اخر كيس النداء الاخير لطياره الدوحه. تتوقعوا؟ ها كسبان الاثنين. بس رضا ده يبقى كسبانه 1000 جنيه ورق و50 جنيه 1000 جنيه و50 جنيه. انا عايزه اخليهم بلفتهم كده. يلا والله كانت تجربه الى حد ما كويسه، ودي 15 جنيه. وان شاء الله استنوني في فيديو تاني. ديت لعبه. استنوني في فيديو تاني هنشوف الحاجات اللي بتكسب تاني وتجارب تانيه وانا والحلوين. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.